هنعمل هريسة الشطة وصوص الحار بتاع المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة ومختصرة جدا. كيلو فلفل أحمر حار مغسول ومتقطع، هنحطهم في الكبة ونفرمهم كويس ومعهم معلقة توم مفروم. ونفرمهم كويس علشان ينزل مية، ونحطهم في مصفى علشان يتصفى كويس المية بتاعته. وهناخد المية وهنحطها في طاسة وعليها التوابل. هنضيف معلقة سكر ومعلقة فلفل صغيرة، معلقة بابريكا كبيرة ومعلقة نشا كبيرة ومعلقة توم باودر، وهنضربهم مع بعض بالمضرب لحد النشا ما يدوب. معلقتين دبس رمان، ربع فنجان زيت، نص فنجان خل، وفصين توم مفروم، وعصير ليمونتين. وهنولع عليهم ونقلب كويس لحد ما يتقل معانا. وكده بعد ما خلص وتقل، وده القوام اللي احنا عايزينه، ولما بيبرد بيتقل اكتر شوية، وبنسيبه يبرد وبنعبيه بعد كده في ازازة. وهنعمل هريسة الشطة، وده الفلفل اللي احنا ضربناه وصفيناه. هنضيفه في الحلة وهنضيف عليه نص كوباية زيت. هنضيف معلقتين ملح كبار ومعلقة ملح ليمون ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة جافة، وهنقلبهم كويس مع بعض. وهنحطهم على النار يدوب غلوة ونطفي عليهم ونسيبهم يبرد ونعبيهم في برطمان. وهريسة الشطة احنا بنستخدمها في كل التتبيلات، وبتبقى جاهزة معانا في التلاجة في أي وقت بنطلعها. والصوص الحار طالع معانا حلو جدا زي الجاهز بالظبط، وموفر جدا وأوفر من الجاهز. ما تنسوش اللايك والاشتراك.